مرحبا بكم في قناتنا على يوتيوب. اليوم سنتحدث عن حدث صادم هز الأوساط السياسية في الشرق الأوسط. إنه اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس، والذي كان شخصية بارزة ومؤثرة في الساحة السياسية الفلسطينية. بداية القصة في يوم 31 جويلية 2024 تعرض إسماعيل هنية لهجوم مميت أثناء زيارته لإيران. كان هنية قد انتقل إلى إيران بعد فترة من التوترات الشديدة بين إسرائيل وحماس، والتي بلغت ذروتها بعد تهديدات إسرائيلية بتصفية قادة الحركة. هذه التهديدات جاءت في سياق التصعيد المستمر بين الطرفين، حيث تعتبر إسرائيل حماس تهديدا أمنيا دائما، فيما ترى حماس إسرائيل كقوة احتلالية يجب مقاومتها. التفاصيل المثيرة: هنية الذي قاد حماس منذ 2017 كرئيس للمكتب السياسي كان يعتبر أحد أكثر القادة تأثيرا داخل الحركة، وكان له دور كبير في توجيه السياسة الخارجية لحماس، وخاصة في تعزيز العلاقات مع إيران وقطر، حيث كان يتنقل بينهما بحثا عن الدعم المالي والعسكري. في طهران كان يعتبر هنية ضيفا مهما للحكومة الإيرانية، التي ترى في حماس حليفا استراتيجيا ضد إسرائيل. لحظة الاغتيال: في ذلك اليوم المشؤوم تعرضت سيارة هنية لهجوم مفاجئ أثناء تنقله في العاصمة الإيرانية. وفقا للتقارير يعتقد أن الهجوم نفذ بواسطة طائرة بدون طيار، مما أسفر عن مقتله فورا. كان هذا الاغتيال جزءا من سلسلة من العمليات السرية التي نسبت إلى إسرائيل، والتي تهدف إلى تقويض قيادة حماس ومنع تصعيد الصراع. الردود وردود الفعل: آثار اغتيال هنية غضبا واسعا في غزة وداخل الأوساط الفلسطينية بشكل عام. خرجت مظاهرات في مختلف أنحاء القطاع، حيث هتف الناس بشعارات تندد بالعملية وتؤكد على ضرورة استمرار المقاومة. من جانبها هددت حماس بالرد على هذا الاغتيال، واعتبرته إعلان حرب من قبل إسرائيل. على الصعيد الدولي أصدرت العديد من الدول بيانات تدعو إلى التهدئة وتجنب التصعيد. وكانت إيران التي فقدت أحد أهم حلفائها في المنطقة قد أدانت الهجوم بشدة، وتعهدت بالرد على أي محاولة لتقويض علاقاتها مع الفصائل الفلسطينية. الخاتمة: كان اغتيال إسماعيل هنية لحظة فارقة في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، فقد أثبتت هذه الحادثة أن التوترات الإقليمية يمكن أن تصل إلى مستويات خطيرة تهدد السلام والاستقرار في المنطقة. ومع ذلك يبقى السؤال الأهم: كيف ستؤثر هذه الأحداث على مستقبل حماس وعلاقتها مع الدول الداعمة لها، وأيضا على الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل عام؟ شكرا لمتابعتكم، وإذا كنتم مهتمين بمعرفة المزيد حول الأحداث الراهنة في الشرق الأوسط، فلا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات لتصلكم أحدث الفيديوهات. نراكم في الحلقة القادمة.